السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم مزيانين. القصه ديال اليوم ما فيها لا ذبح ولا سلخ ولا قتل، ولكن اللي عجبني فيها وشدني ليها هما الاحداث اللي وقعوا فيها. القصه بدايتها كانت في سوريا، وبالضبط في مدينه حلب. واحد الراجل مزوج وعنده 4 الوليدات، موظف حكومي وكيتخلص مزيان، عنده دارو طوموبيلته. الوضع ديالو المادي جد ممتاز، وحياته حتى هي كانت مستقرة، وخصوصا أن حلب مدينة كانت بعيدة عن البلايص اللي فيهم مشاكل في سوريا. كانت الحياة فيها جد عادية، ولكن المشكل اللي كان عنده في مراته، اللي كانت كتشوف المعارف ديالها صحاباتها وعائلتها اللي هاجروا من سوريا للألمان كيحطوا تصاور ويعاودوا على الحياة ديالهم في الألمان، وبلي ما كيخدموش والدولة كتعطيهم فلوس والحرية والأمن وزيد وزيد. عجبتها الفكرة وبغات حتى هي تهاجر، وبدات كدير الضغط على راجلها كل نهار نفس الموال: يلا نمشيو لاوروبا، يلا نهاجروا نمشيو لالمانيا، شوف فلانه شنو قالت لي. المهم راجلها كان رافض الفكره تماما وقطعا، قال لها باللي حنا ما عندناش علاش نمشيو، وحنا الوضع ديالنا ممتاز ومستقر، ماشي بحال هذوك اللي هاجروا. وقال لها شوفي الفكره نسايا، حيت ما عمرها ما غتكون. مشات الايام وجات ايام. واحد النهار هذا الراجل مشى كيف العاده للخدمه ديالو في الصباح، وما كيرجع حتى العشيه. ملي رجع حل دارو كيلقى الدار ساقله ما فيهاش حس ديال شي واحد. بدا كيعيط على ولادو كل واحد بسميتو، ولا من يجيب. كيعيط على مراته، كيقلب في بيت النعاس، في الكوزينه، في السطح، حتى واحد ما كاين في الدار. قال ممكن تكون مشات عند امها ولا عند شي حد من عائلتها، ولا خرجات ودات معاها بالدراري، ولكن هي بالعاده كتقول ليه راه غادا تخرج. ولكن هاد المره ما قالش ليه، قال ممكن حيت هاد الايام ديما حنا مناقرين، ما بغاتش تقول لي، المهم حتى تجي ويصير خير. كيتصل بها كيلقى التليفون طافي. بدا كيتصل بالعائله ديالها بالمعارف ديالهم بجوج، اي واحد ممكن تمشي لعنده، كلهم تيقولوا ليه بلي راه ما شافوهاش. دازت يومين ما بانش ليها الاثار، السيد كيقلب ما خلى فين مشى لعند البوليس، كيقلب عند اي واحد ممكن تمشي لعنده. دازت يومين وهو حالته حاله، حتى لواحد النهار في النهار الثالث ويتصل به: الو فينك؟ قالت لي شوف قبل ما يتقطع الخط، حنا في تركيا. وتصدم المسكين. قالت لي هي مسألة وقت، بغيتي تلحق علينا جي عندنا في هاد اليومين قبل ما نمشيو اليونان، بيع داكشي اللي عندك وصل علينا، بغيتي تجي مرحبا، ما بغيتيش تجي بخاطرك. ويتقطع التليفون. السيد شد راسو ودارت به الدنيا وبدا كيفكر اش غيدير، واصلا ما خلاتش ليه حريه ديال الاختيار، حيت دابا كيشوف ولادو. ناض مسكين دار دارو طوموبيلتو للبيع برخص التراب باش ياخد الفلوس في اقرب وقت ويلحق عليها. داز يومين قلب حتى هو على مهربين ومشى لتركيا. وصل تما بدا كيحاول يتصل بالنمره ديالها في الواتساب، والو ما كتجاوبش. نهار يومين شويه وهي اتصل به، قالت ليه فينك؟ قال لها انا في تركيا في ازمير، انت اللي فينك؟ قالت ليه انا في اليونان. تصدم مسكين. قال لها واش ما تقدريش تبقاي في بلاصه وحده؟ قالت ليه شوف انا قلت لك حنا في صراع مع الزمن. وهي كيفاش وصلت اليونان؟ مشات حرقات في زودياك، كيف اللي كيحرقوا فيه من المغرب لاوروبا. شوف يعني على مغامره غامرت هي وولادها، شحال من واحد مات في البحر قبل ما يوصل، شحال من زودياك تقلب. ومشى حتى هو قلب على مهربين وعطاهم فلوس، وحرق حتى هو اليونان، واخا هو كان ميت بالخلعه، ولكن ما كان عنده حتى شي حل اخر، كيشوف غير ولادو بين عينيه، قصح قلبه ومشى حتى هو حرق. ملي وصل كيتصل بالرقم اللي اتصلت عليه منه اخر مره، من بعد بزاف ديال المحاولات من طبيعه الحال اللي ما كتجاوبش فيهم، واخيرا غادا تجاوبه. قال لها فينك؟ انا في اليونان. قالت ليه انت مالك؟ واش جاي كتحبو اولا جاي كتعوم سباحه؟ حنا دابا في بلغاريا. ومشى تاني لعند المهربين وقال لهم كيفاش نوصل لبلغاريا، وراوه مع من يمشي. وملي وصل لبلغاريا اتصل بها تاني، وقاه في واحد المدينه اخرى وشد تران ومشى عندها لديك المدينه، واتصل بها ملي وصل. واخيرا هاد المره قدر يتلاقى بها وبولادو.
قال لها حسبي الله ونعم الوكيل فيك، بهدلتينا هاد التبهديله انا وولادك، بعت الدار الطوموبيل بخساره وخسرت نص الفلوس غير باش نوصل لعندك. قالت لي هو مازال حاجه اخرى، انه خاصك تعطي فلوس للمهربين اللي هربونا. قالت لي درت معاهم نوصلوا لالمان ونعطيهم فلوس، الا ما عطيتهمش فلوس هما عصابه يقدروا يقتلونا عادي. وينوض مسكين ويعطيهم فلوسهم ويبقاو غاديين مكملين حتى وصلوا لالمان. سلموا راسهم للبوليس وتسجلوا في مصلحه اللاجئين، داوهم لواحد البلاصه كيقولوا ليها الكامب فيها اللاجئين، بما تقادت لهم اوراقهم ووضعيتهم. مشات الايام والشهور وفعلا غادي يتقادوا لهم الاوراق وغادي يخرج لهم اللجوء. كراو في واحد الدار واستقرت حياتهم واستمرت الحياه. وسيري ايام واجي ايام. اشنو غادي يوقع هنا؟ غادي تبدا القصه. الوضع في ألمانيا كيف ما كنعرفوا مع الأسف فري، وأول بند في القانون هو الحرية ديال بنادم يدير اللي بغا. وهذا الراجل سوري إنسان محافظ، ما عندوش مع المرأة تخرج بالباس غير محتشم وكافيات وصحابات وداكشي. هذا غير أنه عنده 4 الولاد، البنت الكبيرة عندها 16 عام. وهنا غادي يبداو المشاكل. ملي كتبغي تخرج وكيشوفها لابسه شي لباس ماشي هو هذاك كيتخاصم معاها، وهي ما كتسكتش، وكيبقاو كلمه منه كلمه منا كلمه منه كلمه منا، ويقلبوا واصله عن بي. ضربها وعيطات ليه البوليس. قالت ليهم بغيت نخرج وضربني. قالوا لي واش بصح هادشي؟ قال لهم اييه بصح، حنا غير تخاصمنا وصافي وتعصبت وضربتها. قالوا لي ما عندكش الحق تحط على يديك. خداو منه تعهد وبزز باش تنازلت ليه، وقالوا لي تحط عليها صبعك مره اخرى تمشي نيشان للمحكمه. خرجوا من تما رجعوا للدار. قال لها محشوماش عليك، انا ولد عمك، نسيتي تجاجريني عند البوليس؟ هذه اخرتها. قالت لي شوفوا كيف ما قلت لك عند البوليس، تحط عليا يدك مره اخرى نعيط لك عليهم. انا حره نلبس اللي بغيت، نخرج وقت ما بغيت وندخل وقت ما بغيت. وهي مالها مصاحبه مع بنات سابقينها لالمان، عفريتات، وكيوريوها اش كدير، وهي تزرات. وواحد النهار تسيف ليها تاني وتخاصموا تاني، كلمه منه كلمه منها، صرفقها وعيطات ليه للبوليس. داوه وقالت ليهم راه ضربني وهددني انه يقتلني. قالوا ليه واش بصح هادشي؟ هو ملي كانوا كيتضاربوا بقات يقول لها غدا نضربك غدا نقتلك غدا نديرلك، يعني غير بالكلام. ولكن هي قالت ليه واش انت قد هاد الكلمه ولا كنتي راجل؟ بقى عندها. وملي مشات عند البوليس لقاتها حجه، وفعلا قالت ليهم راه قال لي غدا نقتلك. قالوا ليه وصل الموضوع للقتل. خداو ليه تعهد وقالت لهم انا مبقيتش بغيت نعيش معاه، بغيتو يطلقني. وفعلا طلبت منه الطلاق، وكانت عندها حجه لانه كان عندها تهديد باللي باغي يقتلها، وفعلا غادي يطلقها. البوليس قالوا لي خاصك تخرج من ديك الدار اللي ساكنه فيها، تمشي تقلب على دار اخرى، الدار من حق المراه والولاد. ولا بغيتي تشوف ولادك طلب منها هي الوقت اللي مناسب ليها واتفقوا بيناتكم باش تعطيك واحد الوقت اللي تقدر تشوفهم فيه. قال لهم انا هنا تغربت غير على ود ولادي، وتبهدلت باش وصلت لألمانيا غير على ودهم، ودابا نخليهم ليها ونمشي نعيش بعيد عليهم؟ هادشي ماشي معقول. قالوا لي هادشي اللي كاين، الا ما عجبكش الحال سير المحكمه. وصافي قالت ليه انا غادي ندير معك وقت وغنخليك تشوفهم 2 المرات في السيمانه. وفعلا داكشي اللي صرا، بقى كيشوف ولادو 2 المرات في السيمانه، كيجلس معاهم شويه. ملي كيشوف ولادو كيبقى يسول فيهم شنو كدير مكم فين كتمشي، وتيقول لهم دويو مع امكم وقولوا ليها راه داكشي اللي كدير ماشي مزيان، وباللي باغيين يعيشوا مع باباهم. وهما داك الهضره كامله اللي تيقول لهم باهم كيمشيو تيقولوها ليها. هادشي طلع ليها في راسها وما عاجباش الحال، صافي وحبساتهم عليه بمره، مبقاش كيشوفهم، وخا كيعيط ليها ما كتجاوبوش. وداز شي شهر ما عطاتوش الدراري، حتى لواحد النهار طلع ليه الدم ومشى لعندها صون عليها. قال لها علاش ما بغيتيش تعطيني ولادي نشوفهم؟ وحيح عليها في الدار، وهي اتصل ليه تاني بالبوليس. ملي جا وقالت لهم تهجم عليا وانا ما عاطياش نهائيا الاذن، ودخل عليا للدار. داوه تاني شدوه 3 ايام.
سخسخوه مزيان وخداو عليه تعهد وقالوا ليه المنطقة اللي فيها هي ما تعاودش توصل لها. وفعلا سينا وصرتها مسكين وخرج. اشنو غادي يدير؟ ادي الله وادي حكمته. بدا ملي كيتوحش ولادو كيمشي حدا الدار وكيتخبى في شي بلاصه وكيبقى مقابل الطراس كيشوف ولادو ملي كيخرجوا كيلعبوا. كيبقى يشوف فيهم حتى لواحد النهار بانت ليه بنته الكبيره لابسه شورت قصير ولابسه واحد البودي سميطات. حماق جهل لانه هو ما تيحملش هذاك اللبس القصير. قال هادي غادا تخرج على الدراري 100%. مشى جلس في قهوة وبقى كيفكر كيفاش غادي يدير تيحل هذا المشكل. هو الوقت اللي ما بقاش عايش مع مرته في الدار بدا كيتعرف على سوريين من بلادو، كيجلس في مجمعات ديال العرب، وتعرف على واحد السيد من المنطقة ديالو من بلادو من حلب. ملي هو جالس بوحدو في القهوة كيخمم ملي شاف هذاك المنظر ديال بنته، مشى لعندو قال ليه مالك ياك ما كاين باس، وبدا كيعاود ليه القصة ديالو من الاول حتى الاخر. خوا عليه قلبو وقال لي حتى داك المنظر اللي شافو في بنته اللي ما عجبوش. هنا داك السيد بقى فيه وقال ليه شنو رايك في اللي حلك هاد المشاكل كامله؟ قال ليه عتقني ما عمرني ننسى خيرك. قال ليه كاينه هنا عصابه في الالمان تركيا، عطيهم غير الفلوس قول لهم داكشي اللي بغيتي يديروه لك، ما كيخافوش ويديهم واصله وعندهم معارف في اي بلاصه. قال لي صافي واخا وصلني بيهم. فعلا هز التليفون وعيط لواحد فيهم، قال لهم عندي واحد السيد من المعارف ديالي عنده مشكل انا غنصيفطو لكم وتفاهم معاه. وفعلا دار معاه الوقت ومشى عنده السيد السوري مسكين. قال لي شنو عندك؟ عاود لي حتاني الفيلم من الاول حتى الاخر. قال لي دابا شنو بغيتي؟ قال لي ما بغيت والو، بغيت غير ولادي ونرجع لبلادي. قال لي تعطيني هذا المبلغ، وكان مبلغ فعلا كبير. قال لي نعطيه لك. قال لي الاخر ولكن بشرط احنا كناخذوا الفلوس مقدما. قال لي ماشي مشكل. قال لي شوف الخطه انك تمشي تعس عليها ملي تخرج شي نهار من دوك النهارات اللي كتقول لي كتخرج في الليل وما كتجي حتى للصباح. ملي تبان لك غادا تخرج بالليل عيط ليا ديك الساعه وقولها ليا. وفعلا بقى عاس عليها حتى لواحد النهار بانت ليه مقاده باينه غادا تخرج تمشي لشي سهره وما غاتجي حتى للصباح. ديك الساعه عيط للسيد وقال ليه انا شفتها خارجه وباينه ما غاتجي حتى للصباح. قال ليه شنو غدير دابا؟ غادا تمشي تصوني على ولادك وتحاول تقنعهم باي طريقه باش يخرجوا معاك. بما وصلت لعندك غتلقى واحد المرسيدس كبيره عائليه قدام الدار كحله، ركب فيها. فعلا صيفط ليه لوكاليزاسيون ديال الدار فين هو كاين وطلع صونا على الدراري. دخل عليهم فرحوا ملي شافوه، كانوا شحال هذا ما شايفينه. وقال لهم يلا نمشي نديكم لواحد البلاصه نضحكوا شويه ونشري لكم لعاب ونتساراو شويه ونرجعكم. عاونهم لبسوا دغيا دغيا خرجوا من الدار، لقاو الطوموبيل ديال التركي حدا الدار، ركبوا فيها ويطير بيهم. وبقاو غاديين تيدوزو من دوك الغابات والظلام، والدراري مره كيسولوه بابا فين غاديين، بابا فين غادي بينا؟ قال لهم ما تخافوش حنا غنمشيو غير لواحد البلاصه زوينه غادي تعجبكم، غير هاد الشيفور كيختصر الطريق باش ما نضيعوش الوقت، نحاولوا ما نبرزطوش باش نخليوه يسوق على راحته. ومشاو سوايع وسوايع وهما تيقولوا لي ما يمكنش نكونوا باقي ما واصلينش، وبداو واحد اللحظه كيبكي وهو يهدي فيهم. المهم بقاو هكا حتى وصلوا لحدا البحر. قال ليه انا هنا حدي غادي تمشي تركب مع هاد السيد في الباطو، هو عارف فين يديك. وركبوا معاه وبقاو غاديين تاني سوايع في الظلام وسط البحر، والدراري ميتين بالخلعه. وحتى هو خايف ولكن ما عنده ما يدير، صافي قرر يغامر كيف ما غامر في المره الاولى ودار امره بيد الله عز وجل. بقاو غاديين حتى وصلوا لليونان، ولقاو تاني واحد اخر كيتسنى فيهم وركبوا معاه داهم لبلاصه اخرى، ويركبوا تاني مع واحد وداهم تاني لبلاصه اخرى، وركبوا تاني مع واحد وداهم لتركيا، ويركبوا تاني مع واحد وداهم لبلاصه اخرى في تركيا. وبقاو غاديين ايام في الطريق.
يتنقلوا بين الباطو وبين الزودياك وبين التران وبين الطوموبيلات حتى وصلوا لسوريا. المراه ملي جات في الصباح وما لقاتش ولادها مشات من طبيعه الحال عند البوليس، دارت بلاغ براجلها حيت هو المشكوك فيه رقم واحد. قلبوا عليهم تما ما لقاوش ليهم الاثار، مشاو لدارو ما لقاوش. دازت ايام واتصل بيها وقال لها انا ولادي في سوريا واعلى ما في خيلك ركبيه وعيشي حياتك في المانيا، ولادك ما عمرك تحلمي بيهم. بقات تطلب فيه ولكن قطع عليها حتى هو التليفون. وكانت هذه اكبر شمس العشيه دار لها، فدا بها القديم والجديد. والحمد لله هما عايشين دابا في سوريا بخير وعلى خير، وعاود تزوج مره اخرى ودار ولاد اخرين. كانت هذه القصه ديال اليوم، خليتكم على خير والسلام عليكم.